هكا هو، مرحبا بك. مرحبا. مرحبا يا سيدي. البارح ثلاثة يعيشك، البارح ثلاثة دول من خلال الزعماء نتاعها والقادة نتاعها تعلن على الاعتراف بدولة فلسطين. ثلاثة دول: إيرلندا، النرويج، وإسبانيا. وتعرف الثلاثة دول عندهم نجم نقولوا مسار تاريخي في القضية الفلسطينية، وكانوا لعبوا أدوار كبيرة على مستوى المؤتمرات السلام. نعرفوا أوسلو، نعرفوا مؤتمر مدريد وغيرها من المؤتمرات اللي كانوا فيها حاضرين. بالفعل معناها رحم الله شهداء طوفان الأقصى والانتفاضة والثورة الفلسطينية متاع 90 عام أو حوالي 100 سنة. الضغط اللي وقع والصمود متاع الشعب الفلسطيني والتضحيات الكبيرة اللي قدموها بما فيهم حوالي 150 إعلامي فلسطيني، أطباء، مهندسين، جماعة الأمم المتحدة، جماعة الصحة إلى غير ذلك. الصمود هذا خلى القضية الفلسطينية اليوم ولت في العالم الكل، نعتبروها انتهت، ولت في العالم الكل في فلسطين. شفنا في الجامعات الأمريكية، في الأوروبية، وفي المحافل الدبلوماسية الدولية بما فيهم في أقصى شمال أوروبا كما النرويج، إيرلندا اللي هي مجاورة لإنجلترا، إسبانيا الاشتراكية اللي كان عمال مهددة بالشيء يزحف عليها أقصى اليمين كما زحف على بلدان أوروبية أخرى كما إيطاليا ووسط البلدان وسط أوروبا. ثم عودة وعي وإدراك أنه الغطرسة اللي تقوم بها حكومة الاحتلال ومافيات الاحتلال، وكلمة مافيات يستعملوا فيها في وسائل الإعلام الإسرائيلية نتنياهو وبن غفير وعصابته، أدت إلى اللي شفناه في محكمة الجنايات الدولية، في محكمة العدل الدولية، وخطوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية أكثر من 140 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وثلاثة دول مهمة وباش تلتحق بهم من هون لآخر الشهر سلوفينيا ومالطا، وربما في وقت لاحق حتى بلجيكا. هذا تطور مهم لصالح عدالة الشعب الفلسطيني، لا محالة هو إعلان سياسي. والدولة الفلسطينية في الوضع الراهن هي دولة سياسية مش دولة ذات سيادة، لكن تطور مهم جدا لا يقل أهمية عن الاعتراف اللي يقع بعد المجلس الوطني الفلسطيني اللي يقع في آخر الثمانينات برئاسة عرفات في الجزائر، وقت لأكثر دول العالم كذلك اعترفت بالدولة الفلسطينية. سي كمال، انت تعرف اللي أهم من الحرب هو نتائج الحرب. هل نعتبر أنه حركة حماس والشعب الفلسطيني من خلال طوفان الأقصى في أكتوبر حقق أهدافه من خلال تعرية خاصة الوجه القبيح للسياسة الاستعمارية للكيان الصهيوني، وخاصة التوجه نتاع الإبادة اللي تبعه ضد الشعب الفلسطيني؟ ولهنا نقولوا انه الاهداف نجح فيها، ولو انه بصراحة كانت الفاتورة باهظة جدا على المستوى البشري وعلى مستوى الشهداء وعلى مستوى الجرحى، الا انه نجح في تدوير القضية مرة أخرى من خلال الطوفان اللي تقريبا بعد 6 ولا 7 أشهر شفنا انه السحر تقلب على الساحر لهنا، وقعدة الكيان الصهيوني وقعدة الكيان الصهيوني تقريبا معزول توا في كوان كما نقولوا احنا. بالفعل يعني التضحيات كبيرة، مع العلم أن حتى حد نتوقع أنه ثم مازال حكومة وحشية في العالم وجيش وحشي في العالم يعمل يعطيك صحة توصيف اللي عملوا عملات قوات الاحتلال الإسرائيلية، أنا تدمير كل العمارات أو أغلب العمارات تقريبا 90% المدنية والمستشفيات والجوامع والكنائس والمعالم التراثية والمقابر والمدارس، يعني شيء حتى حد ما تصوره. لكن رغم اللي المجازر هذه بشعة جدا، راهو اليوم في العالم ثم مناطق مش تركيز عليها كبير، ووقعت فيها وما زال تقع فيها حروب مدمرة. الشعب السوداني اليوم ثم تقديرات تقول حوالي 20 مليون من بين 45 مليون سوداني خرجوا من ديارهم ويعيشوا ومن بطبيعتهم من قبل يعيشوا في الفقر والميزيريا، طوى معناها في جوع ومهمشين وشردوا في عدد من الدول. ونحن لاحظنا حتى البعض منهم حتى في تونس، في جاوا تونس هاربين اللي عندهم فلوس وماشيين باش يحرقوا الغرب، فيهم ملايين مشوا اوغندا الى غير ذلك، وفي ظروف مأساوية. الحرب دائما دمار. ثم معلومات وتقديرات تقول انه الحرب الامريكيه في العراق
تسببت في قتل حوالي 2 ملايين من العراقيين. واليوم العراق رغم المصائب والمشاكل نتاعهم، الخلافات اللي وقعت بيناتهم في فتره من الفترات ولت حروب داخليه او حروب اهليه، لكن اليوم وضع العراق اليوم ولت دوله غنيه ومنتجه وفيها تقدم علمي وتكنولوجي، وعاد اعاده بناء عراق جديده وفيها ديمقراطيه. فالان ما يجري في فلسطين طبعا لابد ان تقع عمليه اعاده اعمار. اذا تقف معها الدول العربيه ما تخذلهاش، خاطر من بين المفاجات السلبيه في الحركه الوطنيه، الحراك الوطني نتاع السنه، انه كثير من الدول العربيه والاسلاميه خذلت العراق خذلت فلسطين بينما وقفت معه دول اوروبا. نعرف رئيس الحكومه الاسبانيه اللي اعترف البارح بالدوله الفلسطينيه، زار معبر رفح هو ورئيس وزراء بلجيكا، وقالوا نحن باش نعترفوا بالدوله. في الفتره الاولى بالكل وفي فتره الهدنه الاولى الامين العام للامم المتحده اللي هو برتغالي، ونتصور ربما البرتغال تتبع، معناها هذا انتصار سياسي. وان شاء الله يكون ثمن التضحيات هو قيام دوله مستقله، ودوله مستقله باختصار شديد معاذ والساده المستمعين في فلسطين.